بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم ميني كيش بالسبانخ وبالطون. كيجيو لذاذ هائلين وسهلين في التحضير. دابا نمروا المقادير وكيفية ديال التحضير. لإعداد 12 حبة من الميني كيش بالسبانخ والتونة والديك الرومي مدخن غادي نحتاجو 250 غرام ديال العجينه المورقه، عجينه الباف باستري، نصف ربطه ديال السبانخ، بصله صغيره مقطعه رقيقه مشلضه، علبه ديال الطون محيده الزيت ديالها، 4 شرائح ديك الرومي مدخن مقطعه قطع صغيره، ملح، ابزار، فلفل اسود، 3 ملاعق كبيره من القشده الطريه الخاصه بالطهي، ونصف ملعقه صغيره معدنوس مقطع، و100 غرام ديال الفرماج احمر محكوك، ورشه ديال جوز الطيب اختياريه، وعندنا 3 البيضات، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وربع ملعقه صغيره من خميره الحلويات بيكنج باودر. غادي نسرح العجينه المرقه بالدلاك تكون رقيقه ونقطعها بالقطاعه دائريه، وغادي نلبسها الليمول فرديين، وغادي نتقبها بالفرشات، وغادي ندوز باش نحضر البصله. غادي نديرها تشحر معلقه ديال الزبده وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار حتى تطيح، ونزيد نضيف عليها نص ربطه ديال السبانخ مشلضين. غادي نحرك حتى يدبالو، نطفي عليهم ونعمل منهم شويه شويه في المولات كفراش اولي. ثم غادي ندير فراش ثاني ديال لاداند ديك رومي مدخن مقطع قطع صغيره، وغادي نضيف طون حتى هو فوق القطع ديال الديك الرومي، وغادي ندوز باش نحضر لاباراي كيش. غادي نضرب البيض مع الملحه والبزار والقشده الطريه والفرماج والمعدنوس ورشه من جوز الطيب وربع ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. غادي نضرب هذا الخليط، هاد لاباراي كيش، وغادي نوضعها بملعقه تقريبا المقدار الكافي في المولات. ما غاديش نعمرهم كما شفتوا دابا في الصوره اللي قدامكم. غادي نعمرهم وغادي ندخلهم الفران على درجه 180. غادي نخليهم يطيبوا وياخذوا اللون الذهبي ديالهم. باش غادي نعرفهم طابوا غادي نخشي فيهم واحد الكيردون، غادي نتكهم بواحد العود. الا خرج ناشف صافي راه وجدوا، وبالصحه والراحه.